اولا الصورة دي بهديها لكل مسؤول في البلد واقول لهم لو حصل الموقف ده من لاجئ في بلد تانية ماذا كانوا سيفعلون؟ وعلامة استفهام كبيرة قد كده. والله كانوا لموهم في عربيات الكلاب ورموهم خارج بلدهم. الموضوع فعلا زاد عن حد. يا مساء الأنوار، نورتوني وشرفتوني في قناتي. اللهم صل وسلم وبارك على شفيعنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس وكمان اللايك اللي بيرفع الفيديو وكومنت حلو منك كده، وما تنسوش تصلوا على النبي كتير يا جماعة. بصوا خلونا نخلي الفيديو المرة دي مختلف عن كل مرة، يعني هنبدأ بالفزورة الأول علشان تحذروا وتفزروا وتفكروا فيها وانتم بتسمعوا الفيديو. يعني هنبدأ بالفزورة الأول وبعدين الترند. الفزورة بتقول: من هي اليهودية اللي حاولت قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يلا مستنية إجاباتكم في الكومنتات، وبشكر كل اللي بيجاوب على أي فزورة بنزلها في كل فيديو. الكارثة دي حصلت داخل عربية المترو، عربية السيدات اللي دافعين فيها دم قلوبنا وفي قلب بلدنا مصر. لكم أن تتخيلوا إن بنبقى كلنا واقفين تعبانين على رجلينا وهم ما شاء الله مرحرحين وقاعدين ومقعدين أولادهم وشنطهم على مقاعد اللي موجودة في المترو أو أي مواصلة تانية، أي مواصلة عامة تانية، وتيجي تتكلمي معاهم يقابلك بقى سيل من الشتايم والصوت العالي وقلة الأدب. بصوا أنا هتكلم بصراحة وأقول كل اللي جوايا، ادوني مساحتي بقى. أنا كمواطن أو مواطنة مصرية بدفع ضرايب للدولة وبيتخصم مني فلوس من القبض بتروح للدولة برضو، وبتخصم مني تأمينات، وكل ورقة بعملها في مصلحة حكومية بدفع تمنها أضعاف مضاعفة، وبدفع مرافق وخدمات ومية وكهرباء وغاز. يبقى أبسط حقوقي إن أنا أتمتع بالفلوس دي اللي بدفعها لدولتي، مش يجي حد غريب يدخل دولتي وإنه يساوي نفسه بينا. يعني أنا ليا حق في بلدي، أما أنت ملكش حق فيها، انت مجرد وقت وهترجع بلدك تاني. وبعدين من امتى لما اي حد بيروح دولة تانية سياحة بيتساوى بأهل البلد دي؟ اي بلد متقدمة بتحط اهلها في المقام الاول وبعدين يجي اي حد بعد كده. لكن احنا بسكوتنا للأسف هتتقلب الآية وبكرة هيقولوا لنا انتم ملكوش مكان ولا حق تشتكوا، وممكن كمان يهددونا. لاجئة قليلة الرباية للأسف بتتطاول على السيدات المصريات، بتتطاول على أسيادها على آخر الزمن. استقبلناهم في بلدنا ورحمناهم من قوات الدعم السريع اللي كانت بتذبحهم وتمثل بجثثهم وبتغتصبهم وتقتل أطفالهم وبتحرقهم أحياء، وبدل ما يردوا لنا الجميل بيرفعوا علينا الشباشب وبيسبونا بأقذر الألفاظ. وكمية فيديوهات بقى من ساعة ما الفيديو ده نزل مش قادرة أقول لكم، سب واستهزاء وشتايم في المصريين. للأسف الشبشب ده مش مجرد شبشب اترفع، الشبشب ده بيحكي واقع عايشينه المصريين. فتحنا أرضنا وأحضاننا وبيوتنا ومواردنا للاجئين، يعني هي دي كلمة شكرا، هو ده الجزاء. أغلب اللاجئين اللي بيهربوا من بلادهم ما بيلاقوش مكان يستقبلهم ولا يعبرهم غير مصر. الشبشب ده اترفع من واحدة سودانية في مترو مصري على أرض مصرية على ستات مصريات، لو في أي بلد تانية في العالم كانوا سففوها التراب وترحلت فورا. ده كفاية شكلهم اللي يخض بصراحة، الواحد بيتجنبهم ومبيرضاش يحتك بيهم في أي مكان. أنا عن نفسي بخاف منهم مش عارفة ليه. وعلى فكرة دي مش أول حادث من النوع ده، حوادث تحرش كتير منهم برضو. كانوا لسه يعني من 4-5 أيام كده ضرب مصري برضو من سوداني. ده غير كمية السرقات. احنا مستنيين ايه تاني؟ استولوا على الشقق، في منهم بيشتروا البيوت من بابها، وكتير منهم فتحوا مشاريع سواء كان ملابس أو بيوتي سنتر أو سوبر ماركت وغيره. دول عايزين يتمكنوا من البلد، يعني بيقولوا لنا احنا قاعدين على قلبكم مش ماشيين. واقفين حال الشباب المصري في أسعار الشقق، الإيجارات أو التمليك رفعت الضعف بسببهم. منزلش أروح مكان إلا ولاقيهم شغالين فيه، بدل ما نشغل ابن البلد ونساعده بنشغلهم هم. وعلى فكرة موجود عندنا يعني لاجئين من جنسيات مختلفة، بس بصراحة ما شفناش منهم حاجة وحشة ولا قرف زي اللي بنشوفه دلوقتي من اللاجئين السودانيين. بصراحة الموضوع زاد عن حد، ومش عارفة الحكومة فين من اللي بيحصل. لو مش قادرين تحترموا المكان والأرض والبلد والشعب اللي لجأتوا ليها،
يبقى في داهية. روحوا ارفعوا الشبشب في بلادكم، ارفعوا الشبشب على اللي بيغتصبوكم وبيقتلوكم في بلدكم. والكارثة بقى واللي انا شايفاه والسطحية واللامبالاة اللي بقينا فيها، ليه السوداني اللي ضرب المصري ما تقطعش في قلب الشارع؟ وفين الستات اللي في المترو ما مسكتهاش ليه من شعرها ومسحتوا بيها رصيف المترو؟ الناس خايفة ليه؟ احنا شعب حر، هو احنا مش زي ليبيا ولا المغرب ولا تونس؟ فيديو السوداني اللي ضرب المصري ده بقاله 4 أيام ومكتوب فيه العنوان بالتفصيل ورقم البيت ورقم الشقة واسم البواب، ومتصور فيديو وهو بيبجح وبيشتم الست اللي بتقوله مش من حقك تضرب مصري. ايه ده بقى؟ ده اسميه ايه؟ الاشكال اللي زي دي تتاخد كده من شعرها وتتسلم للشرطة، مش بالكلام بقى على السوشيال ميديا والصعبانيات واحنا ورحنا وجينا مش هينفع بالكلام يا جماعة. وفي الاخر نقول انهم يستحقوا برامج رعاية زي تكافل وكرامة وكارت ذكي وخدمات دمج وتمويل وغيره وغيره. ميغا بقى. والكارثة اللي بتحصل في تونس دلوقتي، الأفارقة ابتدت تضرب وتمد ايديها على الشرطة هناك بعد ما دخلوا على الناس في البيوت بتاعتهم وسرقوهم وبيبجحوا بيقولولهم دي بيوتنا. اهو ابتدوا ضرب في الشرطة التونسية وبيهاجموها، وفي انباء كمان ان في جماعات افارقة مسلحة بتهاجم الجيش التونسي على الحدود. المسؤولين هنا بقى ايه؟ مش حاسين بالخطر ولا ايه؟ ولا لازم الكارثة تحصل اول وبعد كده نصحى؟ لازم نفوق بجد. من ضمن الكوارث برضو من حوالي 14 سنة حصل في مدينة الرياض بالسعودية. انا بذكر بس الناس اللي مش عارفة ولا فاهمة، الاثيوبيين عددهم كان كبير جدا في الرياض. اتجمعوا في يوم كده كلهم ورفعوا علم اثيوبيا هناك وبدأوا يكسروا العربيات والمحلات وكل حاجة، واعلنوا كمان ان الحي ده ملك ليهم. شفتوا الكارثة؟ فورا الحكومة السعودية نزلت قوات خاصة وقفلت الحي كله بالكامل وقبضت عليهم وجهزت اماكن كبيرة وجمعتهم ورحلات طيران مباشرة لأثيوبيا. اسبوع واحد والموضوع خلاص انتهى. يا ريت نتعلم من الدول دي ازاي نحافظ على بلادنا ونعمل للشعب كرامة، عشان احنا قرفنا بجد. انتم مش شايفين الفيديوهات المنتشرة انهم وصلوا لسينا وبيضايقوا في السياح هناك؟ يعني مش مكفيهم انهم يطفشوهم من الاقصر واسوان، لا كمان دخلوا سينا. مش عارفة ليه شامة كده ان الموضوع ممنهج وفيه ولا مش واخدين بالكم؟ احنا دولة دخلها القومي بيعتمد على السياحة، ما هو ده اللي هنحصده من توطين اللاجئين اللي جايين لينا من برك ومستنقعات افريقيا. يعني دلوقتي بيضربوا وبيسيئوا للسياحة في مصر، منتظرين ايه تاني؟ الكويت لسه مرحلة مهندس مصري علشان بس تجاوز السرعة وهو سايق عربيته، مش تطاول بقى على حد من أبناء الكويت ولا ضربه ولا رفع الشبشب في وشه. وزارة الداخلية لما شافت إن الفيديو أثار غضب الناس كلها أعلنت إن تم القبض على السيدتين دول اللي رفعوا الشبشب، وقالت إن الخناقة كانت بسبب الجلوس في المكان. يعني تمام، بنشكركم جدا، بس احنا عايزين ان دول يتربوا وياخدوا جزائهم ويترحلوا فورا. ده مطلب شعبي لكل حد ما يحترمش البلد اللي هو جاي يقعد فيها ولا يحترم شعبها. نصيحة للمسؤولين، احذروا غضب الشارع المصري، الكيل فاض من اللاجئين، بقينا أغراب في بلدنا، اتهزقنا وبقينا مسخرة من أرذل وأقذر شعوب البلاد الخربانة، جايين يعملوا أسياد علينا. طب ما تتشطروا كده وتعملوا أسود على اللي بيغتصبكم بيغتصب أرضكم. شعب مصر خط أحمر، واللي مش هيحترم الشعب ده ولا يحترم البلد اللي لجأ ليها يغور في 60 داهية. مش كفاية مقسمنا في أكلنا وشربنا وعلاجنا وسكننا؟ ابن البلد أولى بصراحة، ابن البلد أولى بكل ده عنكم، بس بنقول قدرنا، هنعمل ايه؟ رغم غلاء المعيشة والظروف الصعبة اللي احنا فيها مستحملين ومستحملينكم، والكلام اللي بيتردد على لسانهم كل شوية ينزلوا فيديوهات على السوشيال ميديا احنا قاعدين بفلوسنا والدولة بتاخد علينا فلوس. لا، يغور المال من وش القرد، يا واخد القرد على ماله هيروح المال ويفضل لك القرد واستلم بقى اللي هيعمله القرد. فلا، وقفوا المهزلة دي قبل ما يفوت الأوان ونرجع نندم ونقول يا ريت اللي جرى مكان. ولازم كل لاجئ يعرف ان دي بلدنا ومش هنسيبها لحد، وهنحافظ عليها لآخر يوم في عمرنا. الكيل طفح واحنا مستنيين حكومتنا
انها تاخد خطوة ايجابية ناحية الموضوع ده. وكده خلاص خلاويص خلص الترند بتاعنا النهاردة، وما تنسوش لايك وشير للفيديو على قد ما تقدروا، ومستنية كومنت حلو منكم، مستنية كمان اجابة الفزورة. باي باي.